العبرة الثانية: هل تأملت نعمة اليدين وتدبرت كيف تشكرها وكيف تشكر الله عز وجل عليها؟ نشوف جزء من هذه الحلقة. تفضل سبحان. هذا رجل آخر من باكستان. شوفوا بقى حياته بدون يدين ازاي. شوف هو هنا رايح شغله، والعجيب انه شغال في احد الارشيفات، وادي الدفتر وبيكتب البيانات، سبحان الله العظيم، وبيدون وبيرد على المحمول، وهنا بيوقد البوتاجاز وبيعمل الطعام لأولاده، سبحان الله العظيم. أنا على فكرة ده بيذاكر لهم كمان، يعني هنا بيرسم لهم أجهزة الجسم، بيذاكر لهم وبيعلمهم وبيصحح لهم. وهنا أيضا في الوضوء، سبحان الله العظيم. لكن أجمل موقف لي بعد ما هنشوف الوضوء، أجمل موقف لسه ما جاش، وهو الصلاة. شوفوا هنا بيغسل وجهه في الوضوء، شوفوا، وبيغسل وجهه بقدميه، سبحان الله العظيم. في جنة شوفوا ازاي، وحريصين على الوضوء بشكل صحيح ليتعلم الأصحاء وليتعلم أهل العافية اللي ما عندهمش ابتلاء. شوفوا هنا بيلبس، دي أجمل موقف الحقيقة، صلاته وهدوءه في صلاته. واللي أجمل منه لما يجي يقلب صفحات المصحف، ونتذكر نعمة اليدين في حمل المصحف في شهر رمضان الكريم، عشان نشكر نعمة ربنا، نشيل المصحف معانا ونقلب صفحات. شوف بيقلبه بوجهه، ما قلبوش المرة دي بقدمه، علشان كلام الله تعالى معظم ومطهر، ما يلمسوش بقدمه. شوف زي بيقبله ويقبل المصحف، شوفوا سبحان الله العظيم، سبحان الله. شوف وجهه مرضيش يلمسه قد أدب ربي مرسله وأكرم من، سبحان الله العظيم.